السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع رمضان؟ اليوم النهار الثاني، نتمنى تكونوا كدوزوا فيه بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكنافه اللي فايته مشاركاها معكم في القناه ديالي، وقلت علاش لا منين غادي نعاود نذكركم بها. الكنافه اللي كنديروها بالفواكه الطريه كتجي لذيذه بزاف وكتذوب في الفم كيف ما كنقولوا. وحنا متعوضين يعني كاع الفيديوهات اللي كاينين كلشي كيديرها بالمكسرات او الفواكه اليابسه، فهذا اختلاف وزوينه وجربوها صدقوني. بزاف البنات اللي جربوها من عندي فاش حطيتها ولاو مدمنين عليها. يلا نمشيو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي ناخذ الكنافه، انا كنستعمل هذه، المهم تقريبا راهم كلهم بحال كل واحد غيستعمل اللي متوفر عنده. نمشي نحاول نحلها بحال هكا دقيقه. هاد الباكيه هذه فيها 450 غرام تقريبا نص كيلو. نحاول ندير النص ديالها، النص ان شاء الله غادي ندير به وصفه واحده اخرى غادي نشاركها معكم. بزاف ديال البنات اللي دائما كيقولوا لي الا درتي شي حاجه بالكنافه شاركيها معنا. انا كان كيعجبوني بزاف يعني هاد الحلويات الشرقيه، كنميل ليهم بزاف صراحه. المهم نحاول نقطعها رقيقه. عندي هنا زبده نوازيت غادي نسخنها في الميكرووندي. المهم هي راه هانتوما دايره بحال السمنه، ولكن غادي نسخنها نديرها في الميكرووندي تتطلق. غادي نديرها في هذا المول هذا، غندهنو بالزبده مزيان من الجوانب. صافي نحطو على جنب، وغادي نبدا بحايله ندهن هاد الكنافه بالزبده، ماشي بزاف وانما شويه. الريحه ديال الزبده نوازيت يا سلام كتشهي. انا ما بغيتش ندير ليدام بزاف، صافي غادي نكتفي بهذا القدر. هانتوما كيف ما كتشاهدوا راه هذه لاتيليا درت فيها الزبده بزاف. ما بغيتش انا نديرها عاليه بزاف. شوفوا البلاصه اللي ما واصلهاش الكنافه نديروها فيها باش تجينا الطبقه متساويه. شي حاجه بحال هكا، الا ما عندكمش تحاولوا ديروا شي كاس ولا اللي كان ضروري من هذه المرحله هذه باش نضغطوا على الكنافه باش يعني تتماسك مع بعضها. عندي هنا ماسكربوني، انا هذه ديال 500 غرام، جا واخده منها تقريبا نص. المهم 200 غرام تقريبا بحال هكاك 100. الا بغيتو ديروا حتى ديال 250 غرام ديروها كامله. انا غادي ندير هذه كامله. نحاولوا الماسكربوني ما يمشيش لينا هذا الجوانب، نحاولوا نديروه غير الوسط. غادي نحاول نشد بايدي لان راكم عارفين ماسكربوني شويه قاصح. المهم ماسكربوني وزعتها على الكنافه، واخا مع الماسكربوني قاصحه شويه هاد العمليه صعيبه. غادي ندير الفروته. انا عندي هنا ما وريتكمش، عندي البنانه وعندي تفاحه وعندي طريف ديال المانغو وميرتيلو. قطعه تفاح قطعته رقيق والمانغو حتى هو. المهم اي فروته كانت عندكم تقدروا ديروها.
نحاول نوزعها كاملة على الكنافة، ودائما نحاولوا الجوانب ما نوصلوش ليهم. الفروتة نحاولوا ما تمشيش للجوانب، من الأحسن باش الجوانب نديرو فيهم الشعرية اولا الكنافة. غادي نحاول ندير الكنافة في الجوانب هما الاولين باش واخا نبرك عليها ما تمشيش، يعني الفروتة ما تخرجش هي والماسكربوني. هذا القدر هذا اللي درت ديال الكنافة ما قدنيش، هذا نزيد واحد شويه. غادي الفوق كثرت فيها شويه ديال الزبده اصلا لانها غادا تهبط يعني الزبده. شكون كيعجبو هاد الحلويات الشرقيه انا كنتسطى عليهم، انا كنتسطى على جميع انواع الحلويات يعني، وكيعجبوني يعني كيعجبني نجرب الاكلات وهذا الغريبه، يعني ماشي دائما خاصني ضروري كيعجبني الاكل المغربي ولا الوصفات المغربيه. كيعجبني بحال هكا الانسان يخلط كل مره يدير شي حاجه. صافي غادي نقادها مزيان بهذه. غادي ندير واحد القطرات ديال الزبده غير من الفوق هكا شويه، ما بغيتش نكثر اليدام صراحه. صافي وغندخلها للفران. خرجتها من الفران محطوطه سخونه، غادي ندير عليها الشيروبو. هذا كان عندي واجد كنت استعملت فيه حلوه واحده اخرى، صافي بقى شيط عندي هو اللي غادا ندير. اللي بغى المقادير ديال السيرو او الشراب او القطر ديال الكنافه ها هو غيطلع لكم الرابط، كنت شاركته معكم في واحد الوصفه قديمه، هو غيطلع لكم الرابط ديالو. انا ما بغيتهاش تكون مسقيه بزاف. بعد ما خليتها بردات مزيان غادي نزوقها دابا بشرائح ديال التفاح اللي قطعتهم رقاق، يعني كل واحد يزوق بالطريقه اللي بغى. انا غادي ندير لهم هذا الشكل هذا صافي ونقدمها مباشره.